السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي 10 شهور نزلت ريلز صغير عن الكركديه، وما كنتش متوقع اللي يحصل. فجأة لقيت الإشعارات بتضرب معايا ل50,000 مشاهدة في وقت قصير. ساعتها فهمت إن الكركديه مش مجرد مشروب بنشربه، لأ ده محصول وصناعة ودهب أحمر طالع من الأرض. والنهاردة هقول لك كل أسراره من الزرع لحد ما تبيعه. خلينا نبدأ الأول. الكركديه نبات حولي، يعني بيعيش موسم واحد وبنقلعه، وبيحب الشمس والدفى، علشان كده بينجح في المناطق الحارة وشبه الحر. شكله شجيري والناس فاكرة إن القيمة في الوردة، لكن الحقيقة إن القيمة في السبلات أو الكؤوس اللي بتحيط الورد، وده اللي بيتجفف وبيتسعر عشان يتصدر. الكركديه بيتزرع في مصر والسودان وغرب افريقيا. الكركديه المصري له اسم وسعر اعلى من دول كتير تانية. نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي ازرعه صح وازاي تبدأ زراعة الكركديه. تبدأ زراعة الكركديه من شهر مارس لحد شهر مايو، يعني محصول صيفي ممتاز. ينفع يتزرع في البيت او حوالين ارضك، وتزرع منه فدان. بيحتاج الفدان في زراعته إلى حوالي 6 إلى 8 كيلو من البذور، وبينجح في أغلب أنواع التربة المختلفة، وما بيحتاجش رعاية كثيفة. وأهم حاجة خد بالك من الري، الغلطة هنا ممكن تضيع لك المحصول. الكركديه مش بيحب الغرق، وعايز ري منتظم بدون إسراف. بيحتاج شوية سماد عضوي متحلل وشوية سوبر فوسفات في البداية، وبعد كده النبات بيشد معاك ويديك نمو محترم. الكركديه استخداماته كتير جدا. مشروب صحي معروف، وبيدخل في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، وبيستخدم في الألوان الطبيعية للحلويات والأغذية، وبيساعد في ضبط ضغط الدم سواء المرتفع أو المنخفض. وبتيجي أعلى قيمة دائما للكركديه المجفف من التصدير، وبينتج الفدان من 700 كيلو إلى 1 طن كركديه مجفف. تختلف حسب الخدمة وجودة الأرض، وبيتغير سعر الكيلو الكركديه حسب الجودة والتصدير. لكن في مواسم كتير بيكون الكركديه واحد من أعلى المحاصيل الصيفية ربحا، خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة. الكركديه مش مجرد نبات، ده كنز في أرضك لو اتزرع صح. دي حكاية الكركديه. ولو حابب أعمل لك برنامج تسميد كامل من الألف للياء، أو أشرح لك طريقة التجفيف الاحترافية اللي التجار الكبار شغالين بيها، اكتب لي كلمة كركديه في التعليقات. وما تنساش اللايك علشان الفيديو يوصل لكل المهتمين بالزراعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.